تخيل معايا لو كريستيانو رونالدو وقع لنادي برشلونة، كم كان يقدر يوقع؟ عام 2003 العالم كله كان كيعرف أن هناك موهبة برتغالية ستغير وجه اللعبة. سير أليكس فيرغسون تحرك بسرعة وخطفه اليونايتد. لكن ماذا لو أخبرتك أن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان يملك عرضا على الطاولة للتوقيع مع رونالدو مقابل 17 مليون يورو؟ تخيلوا هذا المشهد: رونالدو وميسي في فريق واحد، قميص واحد، وتحت قيادة واحدة. هل كانت كرة القدم ستموت من شدة المتعة، أم أن الغيرة كانت سوف تدمر النادي الكتالوني؟ في ذلك الوقت كان برشلونة يبني فريقا حول الساحر رونالدينيو. لو انضم الدون لكنا رأينا مثلثا مرعبا: رونالدينيو على اليسار، رونالدو على اليمين، وإيتو في قلب الهجوم. هذا يعني أن البارسا كان سوف يهيمن على أوروبا حتى قبل صعود ميسي للفريق الأول. في عام 2004 يصعد فتى القصير ميسي. هنا يبدأ الخيال العلمي. تخيل ميسي يمرر ورونالدو يسجل. في عالمنا الحقيقي تنافس على تحطيم الأرقام، لكن في هذا العالم البديل كان سيحطمنا المنطق. والسؤال الصعب: من كان سوف يسدد الركلة الحرة؟ ومن كان سوف يحمل القميص رقم 10 في النادي الكتالوني؟ الخاسر الأكبر في هذه القصة هو ريال مدريد. بدون رونالدو من كان سوف يقف في وجه تيكي تاكات غوريلا؟ ربما كان المدريد سيقضي سنوات طويلة في الظل، وربما لم يحقق الرباعية التاريخية في دوري أبطال أوروبا. الليغا كانت سوف تصبح دوري القطب الواحد لسنوات طويلة، محتكر من النادي الكتالوني. لنكن واقعيين، هل كانت شخصية رونالدو القيادية والطموحة ستقبل العيش في ظل نظام برشلونة الذي يقدس الجماعية؟ هل كان ميسي سيجد مساحة ليصبح ملك بوجود هداف بالفطرة مثل رونالدو؟ ربما كانت هذه شراكة سوف تنتهي بانفجار في غرفة الملابس يغير تاريخ النادي للأسوأ. حقيقة هي أننا حرمنا من أعظم ثنائي في التاريخ، لكن ربحنا أعظم منافسة في التاريخ. لو اجتمع الدون والبرغوث في الكامب نو، كم دوري أبطال أوروبا كان سوف يحقق البارسا؟ هل كان سوف يصل إلى رقم 10؟ اكتبوا لي آراءكم في التعليقات. هل كنتم تتمنوا مشاهدة ثنائي ميسي ورونالدو في بيت الكتالون في السنوات الماضية؟ هل كان سوف ينجحون؟ كل هذه الأسئلة أتمنى الإجابة عليها في التعليقات، ونتشارك الآراء